السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أخبارنا النهاردة أول خبر معانا: حريق اشتعل داخل وزارة الأوقاف في وسط البلد ومحاولات للسيطرة عليه. بدأ رجال الحماية المدنية بالقاهرة في اتخاذ ما يلزم بالسيطرة على حريق اشتعل داخل مبنى وزارة الأوقاف بمنطقة وسط البلد، حيث تصاعدت الأدخنة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ للسيطرة عليه. وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بنشوب حريق في مبنى وزارة الأوقاف، وعلى الفور انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ لمحاصرة النيران والسيطرة عليها. وأحال وزير الأوقاف التحقيق في موضوع هذا الحريق لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لأعمال شؤونهما في الأمر، كل فيما يخصه. وكان وزير الأوقاف قد وجه المختصين بناء على توجيهات مجلس الوزراء بضرورة استمرار عقود الصيانة للمبنى القديم واستمرار تأمينه مع سرعة إخلاء جميع المخازن وأي عهد بها، مع إجراء الدراسة اللازمة لآلية استغلال المبنى القديم أو التصرف فيه باعتباره مبنى وقفيا مملوكا لوزارة الأوقاف المصرية. وستقوم الجهات المختصة بأعمال شؤونها في بيان سبب الحريق. الخبر الثاني اللي معانا: 100 جنيه غرامة يومية مفاجأة صادمة لملاك العقارات بشأن قانون البناء الموحد. يعاقب كل من يخالف حكم المادة 62 من قانون البناء الموحد من ملاك العقارات بغرامة 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة لتصل في كل شهر 3000 جنيه، وذلك بسبب مخالفتهم لقانون البناء الموحد. ونص القانون على المادة 62 على أنه بعد إتمام تنفيذ الأعمال الصادر بها للترخيص، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال تفيد بأنه تم التنفيذ طابقا للترخيص المنصرف والكويتات المنظمة. وتودع هذه الشهادة بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، مرفقا بها نسخة معتمدة من المهندس المشرف للرسومات المنفذة فعليا بالطبيعة. ويلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان ظاهر في مدخل العقار، ويلتزم المالك بالإبقاء عليها لمدة سنة من تاريخ صدور الشهادة. الخبر الأخير اللي معانا: تراجع كبير في سعر الحديد، وشركة عز بتزف بشرى سارة للمواطنين. أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية تراجع سعر طن الحديد 7000 جنيه بعد ضخ كميات كبيرة من الحديد في السوق المحلي. وقال رئيس الشعبة أن بعض مصانع الحديد بالغت في أسعارها، وأن مصانع الحديد الكبرى في مصر تستحوذ على أكثر من 70% من الإنتاج، وسعرها لم يتعدى في أرض المصنع 32250 جنيه، وكان من المفترض أن يصل للمستهلك ب33,000 جنيه للطن. وأن بعض المصانع بتقوم بتصدير منتجاتها من الحديد، مما أدى إلى انخفاض المعروض في السوق المحلي. وأن مصانع الحديد الاستثماري كانت تبيع بأسعار وصلت إلى 40,000 جنيه. وسعر حديد عز في الشركة سجل للطن 32,135 للموزع تسليم أرض المصنع، وشامل 14% ضريبة القيمة المضافة المقررة. وسعر طن الحديد للموزع 32,135، وسعر الطن التجاري 32,938، وسعر الطن للمستهلك 33,301 جنيه. دي كانت اخبارنا النهارده. ما ننساش اللايك اللي تحت الفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل اخبارنا الجديده توصل لكم باذن الله. ومع السلامه.